عايزين تعملوا لأولادكم تورتة على شكل عربية وتفرحوهم؟ هتعرفوا بعد الفيديو ده ازاي تعملوا تورتة على شكل عربية من تورتة مدورة، ازاي هنحولها لعربية. كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو بمنتهى السهولة والبساطة. فعلا لو مبتدئة هتعمليها بكل بساطة. تابع معايا الفيديو للآخر، هنعمل مع بعض التورتة الجميلة دي من أول الكيك لحد الكريمة. إن شاء الله الفيديو هيفيدك كتير. أول حاجة معانا المقادير بتاعتنا، وهي 4 بيضات، وكمان هناخد من كيس البيكنج باودر ده هناخد منه معلقة كبيرة، وعندي 2 باكو من الفانيليا، ورشة من الملح، وكمان نص كوباية من المية، والأبيض اللي شكل الفازلين ده محسن جل، هو معلقة كبيرة بتاعة الأكل، وربع كيلو من الدقيق، دقيق عادي خالص، 3 معالق ونص كبار من النشا، وكوباية من السكر، ورشة من الخل. والبيض يكون بيض كبير، يعني نقيه بيض كبير كده. هنيجي بقى في المضرب بتاعنا، مضرب كهربائي او عجان، هنضيف البيض بتاعنا معاهم المية ثم الفانيليا، كل حاجة هنضيفها على بعض دلوقتي بالشكل اللي هتشوفوه. هنا ضفت محسن الجل وضفت كمان السكر، وبعدين بقى بعدي المواد الجافة على منخل او مصفى صغيرة كده، زي ما انتوا شايفين ضيقة زي الشبكة كده. بضيف الملح وبضيف كمان البيكنج باودر والدقيق والنشا، وكل ده يستحسن ان احنا نعدي كمان الملح والبيكنج باودر، كل الحاجات دي نعديها على منخل، وده الاحسن والافضل. وبعدين بنبتدي نضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا ضفت مية تاني، يعني على النص كوباية المية لقيت وانا بضرب عايزة اضيف تاني للخليط بتاعي، فضفت له كمان حوالي 4 معالق كبار من المية، يعني نص كوباية من المية، وضفنا لها على المقادير اللي انا ذكرتها 4 معالق كبار. وهبتدي اضرب بالشكل ده. خد معايا مدة 9 دقايق بالظبط في الضرب، ووصلت للقوام اللي انا عايزاه. عندي حلة عالية، انا بستخدم الحلة، عندك صواني التورت مفيش مشكلة. وبعدين دهنت الحواف بتاعها بالزبدة، وورقة من الزبدة بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش لازم نقطعها دايرة مظبوطة جدا، لا مش مشكلة خالص، احنا بالويم كده هنبتدي نقطعها بالشكل اللي انا بوضحه لكم. ولما بدخلها بتبتدي لسه في الحواف طلعالي الورق، فببتدي ان انا اقصرها تاني بالشكل ده. دخلت معايا بمنتهى السهولة. نزلت الخليط بتاعي، فاتحة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة 180 درجة، رف اوسط. دخلت الكيك بتاعي هنا، بعمل بالشكل ده بعود الشيش طاووق علشان اخرج اي فقاعات فيه، وبخبطه كده كام خبطة. قعد معايا بالظبط 40 دقيقة، حسب نوع فرنك وبوتاجازك. ممكن يقعد معاكي 35 دقيقة، ممكن يقعد معاكي دقايق ازيد من الدقايق بتاعتي، فده حسب نوع بوتاجازك. فانتي بعد النص ساعة هتفتحي بشويش خالص، تدخلي ايدك تختبريه بعود الشيش طاووق، طلع نضيف خلاص الكيك بتاعك جاهز. طلع لسه فيه بواقي من الكيك، فهتسيبيه دقايق كمان، ما تسهيش عنه علشان ما يتحرقش منك وينشف. اما برضو بالنسبة للضرب بتاع الخليط وهو سائل، فده حسب برضو قوة المضرب بتاعك او قوة العجان بتاعك، حسب ما ياخد دقايق القوام بتاعك يوصل ممكن بعد 12 دقيقة، فبرضو حسب اقل من كده 5 دقايق، ده حسب قوة العجان والمضرب بتاعك. في اللقطة اللي فاتت دي كنت بوريكم اني الحتة اللي اتشالت من الكيك دي كان الولاد جنبي، فقاعدين طبعا مجننيني خالص، فهم اللي شالوها، ربنا يحميهم يا رب. المهم، انا اول ما بطلعه من الفرن وخلاص هي خلصت، بقلبها على طول وهي سخنة، ما بستناش عليها، بقلبها وبشيل ورقة الزبدة. وبعدين بقى بسيبها لتاني يوم بزينها عشان اكون براحتي خالص، ما بزينهاش ابدا في نفس اليوم. ممكن لو مستعجلة وعملتيها الصبح تزيني بالليل. ويلا بقى نركز قوي ونشوف احنا هنحول التورتة دي ازاي لتورتة على شكل عربية. اول حاجة السكينة المشرشرة اللي في كل بيت عندنا، هنبتدي ان احنا التورته مدوره قدامكم زي ما انتم ما شايفين،
باجي على اخر جنب، الشكل موضح ليكم اكتر ما انا هتكلم، ركزوا شوفوا انا بعمل ايه. وهكذا الجنب التاني. بالشكل ده شلت الجزء ده وشلت الجزء ده، وهنعرف هنعمل مع بعض ايه كمان. الكيك طبعا حلو وما شاء الله وهش وكل حاجة فيه منتهى الجمال. هنا بقى بعد ما قطعت الكيك افتكرت ان انا كنت عايزة اخد طبقة منه مدورة، وطبعا الولاد مجننني فكنت نسيت ده، فرجعت حطيت الجزئين اللي انا قطعتهم وخدت الطبقة اللي انا عايزاها وبعدين شلتها على جنب. وهنا بقى هبتدي ان انا اقطع الكيك بتاعي. وطبعا لو ما عندكيش منشار فانت هتستخدمي برضو السكينة نفسها اللي انت قطعتي بيها الجنبين بكل بساطة وبكل سهولة. وطبعا الوش الفوق بتاع الكيك اللي فوق خالص ده زي ما كنت موضحه لكم في الفيديو، ركزوا فيه كده وانتوا بتتفرجوا هتعرفوا ان انا شلته كده بايديا وبالسكينة وبمنتهى السهولة طلع معايا. هنا كده طبقات الكيك معايا خلاص تمام. نيجي بقى نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. ضفت كوباية من المية، مية ساقعة جدا ممكن لبن مفيش مشكلة، وكوباية من الكريم شانتيه وربع كوباية من السكر، ضفتهم كلهم على بعض وهبتدي بالمضرب بالشكل ده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. عايزة اقول لكم لو انتوا يعني واحدة مبتدئة فعايزة تضمني السكر بتاعك يدوب تماما، هتضيفي السكر مع السائل بتاعك الاول مية او الحليب وهتضربيهم لحد ما يدوبوا، وبعدين تضيفي الكريم شانتيه بتاعك. اما انا بعمل وبستناه لحد ما يدوب معايا مع الكريم شانتيه وكل حاجة، بس انتي عشان تضمني لو لسه مبتدئة حبيت اقولك المعلومة دي. هنا بقى ابتديت ان انا لقيته عايز مية تاني، ضفتله كمان ربع كوباية من المية. ليه ببتدي الاول في البداية في الكريم شانتيه بمية قليلة؟ علشان ما احطش مية والاقيه عندي في القوام مش مظبوط فممكن ابوظ الدنيا. فانا عايزه القوام بتاعي يكون متماسك علشان انا هنا بعمل تورته تجليس وكمان حشوات، فانا عايزه القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى الطبقات بتاعتي باخدها زي ما قطعتها بالظبط، يعني الاولى زي ما هي والتانية زي ما هي لحد ما اوصل للاخيره، يعني بنفس ترتيبهم زي ما قطعتهم بالشكل ده. والكيك بتاعي ساعات بسقيه وساعات مش بسقيه، المره دي انا ما سقيتوش، كده كده النتيجة بالنسبة لي واحدة. بعد خلاص ما خلصت طبقات الكيك بتاعتي كلها هبتدي ان انا احط بقى الشكل بتاع العربية من فوق. قطعتين الكيك اللي انا قطعتهم هضيفهم بالشكل ده بكل بساطة وبكل سهولة، وطبعا بيلزقوا في الكريمة برضو بسهولة. وهبتدي ان انا برضو بالسكينة المشرشرة اخد ميلة كده واقطع اللي هو الشكل اللي قدام اللي هو ازاز العربية. طبعا كان ممكن اعمل شكل على عربية تاني واخد ميلة كمان من ورا اقطع من الكيك واقطع، بس انا ما حبيتش اهدر من الكيك كتير وبرضه هتطلع معانا شكل عربية منتهى الجمال وما نكونش هدرنا من الكيك واستفدنا بكل حاجة فيه. وده يعتبر اسهل شكل ممكن تطلعوا بيه العربية اللي انا وضحته لكم ده. وطبعا التجليس هيبقى بتاع العربية مش هيبقى مظبوط اطلاقا، مهما حاولتي تظبطيه مش هتعرفيه، فانا ما فرقش معايا. ممكن تستخدموا عجينة السكر، انا ما بفضلهاش ما بحبهاش، فيما بعد ممكن احبها مش عارفة، بس انا مش بفضلها. فابتديت بعود الشيش طاووق ارسم كده الحاجات اللي انا عايزة اعملها زي مثلا الفوانيس بتاعت العربية، ازاز العربية، الشبابيك بتاعت العربية، وزي ما انتوا شايفين ابتديت ارسم كل حاجة فيها. وبعدين حطيت بقى التزيين اللي انتوا شايفينه ده اسهل ما يمكن. ده كريسبي بيتباع عند محلات مستلزمات الحلواني، ويعني اسهل تزيين ممكن تتخيلوه او تعملوه. مجرد ما بمسك الواحدة وارميها كده على الكريمة هي بتلزق منها لنفسها على طول،
واللي عايز يترص برصه زي الشبابيك مثلا برصلها، المرايات، مراية العربية، الفوانيس برصلها. اللي عايز بشكل عشوائي احطله بحدفها كده وهي بتتحدف بكل سهولة. اللي بيترص برصه بايدي برضو بمنتهى السهولة. وبرضو كاوتش العربية ما تعبتش نفسي فيه خالص، جبت اوريو وحطيته زي ما يكون كاوتش عربية برضو منتهى السهولة، عشان عايزين نسهل على نفسنا ونعمل حاجة تفرح أولادنا وبسيطة وحلوة في نفس الوقت. طبعا كان شكلها حلو جدا وكان طعمها حلو جدا وعجبت الولاد جدا جدا، وأي شكل في التجليس ما كانش عاجبنا دريناه تماما. أتمنى أكون قدرت أفيدكم، وباي باي، أشوفكم الفيديو الجاي على خير.